شهر اكتوبر جه ومعاه تحدي ان اكتوبر. ايه هو تحدي ان اكتوبر؟ مين اللي عمل التحدي ده؟ طب انا لو حبيت ان انا اخش التحدي ده، ايه هي الادوات اللي انا هستخدمها فيه؟ كل الاسئله انت سالتها ديت هجاوبها لك في فيديو النهارده، فجهز اي حاجه بتحب تاكلها او تشربها اثناء المشاهده، ويلا بينا نخش في موضوع النهارده. نجاوب على اول سؤال اللي هو ما هو تحدي ان اكتوبر. تحدي ان اكتوبر تحدي بنرسم فيه كل يوم رسمه باستخدام الحبر لمده شهر اكتوبر اللي هو 31 يوم على ما اعتقد، مش عارف. وبتنزل لنا قائمة في شهر أكتوبر كل سنة بنرسم فيها كل يوم عن موضوع معين. اليوم الأول عن موضوع كذا، اليوم التاني عن موضوع كذا، اليوم التالت عن موضوع وهكذا. يعني كل سنة بتنزل صحيفة كده بننزل فيها المواضيع اللي احنا هنرسمها لمدة 31 يوم بس. والله دي الفكرة بكل اختصار. التحدي ده بقى مين اللي عمل التحدي ده؟ اللي عمل التحدي ده شخص أجنبي اسمه جيك باركر. رسام زي قرر انه يتحدى نفسه ويرسم باستخدام اقلام الحبر بس عشان يعرف ان هو يطور نفسه في الحبر، ويرسم في شهر اكتوبر زي ما فهمتك كل يوم في شهر اكتوبر يرسم فيه رسم عن موضوع معين وهكذا عشان ياخد الفوائد اللي هو هيكسبها من التحدي ده، وهنعرفها بعدين استنى شويه. لما عمل التحدي ده وبدأ ان هو ينشر، عجب ناس كتير وفنانين كتير، وبدأ ان هما يشاركوا جيك باركر التحدي اللي هو عمله. والتحدي ده اتشهر وبقى آلاف مؤلفة من الرسامين بيرسموا التحدي ده كل شهر أكتوبر. جت منين كلمة إن أكتوبر؟ جت من جمع كلمتين، إنك حبر، أكتوبر اللي هو شهر أكتوبر، بقت إن أكتوبر. صراحة اختيار موفق، الاسم جامد. طيب إيه الأدوات اللي هنستخدمها في التحدي ده؟ واحد، الورق، مش ورق تخين أو ورق رفيع، يعني براحتك. انا حتى استخدمت في المانجا قبل كده ورق طباعه ونفع معايا وزي الفل، فالورق ده انت حر فيه. اتنين، طبعا يعني مفيش اي كلام، اقلام حبر، ومش شرط على فكره يبقى لون اسود، ممكن تختار اي لون حبر انت عايزه، لان احنا كده اصلا بنتدرب فيه على تصغير بالحبر مش باللون، انت بالك. وبرضه مش هتفرق معاك الاقلام غاليه او رخيصه. انا الحمد لله جايب قلم، طب استنى اوريهولك. جايب قلم جاف من المكتبات وبلا فخر بتاع 3 جنيه 2 جنيه ونص، والله ما فاكر جايبه بكام يعني، وارسم بيه عادي والله يبقى جميل وتحفه. في قلمة جل بدل قلمة الحبر برضه عاملة 5 جنيه 6 جنيه كده في الحدود ديت. وفي قلمة حبر بتبقى ب7 جنيه. يعني الحوار القلمة ده يعني جامد جدا، ممكن قلم واحد يكفي معاك الشهر على فكرة عادي. ولو ما كفاش معاك الشهر انا بيكفي معايا الشهر صدقني، وممكن زيادة والله. ممكن تجيب استيكة وقلم رصاص برضه عشان لو انت حبيت تعمل يعني ايه سكتش مبدئي في الاول، ما بتحبش انك تبدا بالحبر على طول. انا بعمل كده الصراحه، بخرج افكاري الاول بعد كده بظل يعني تبقى حاجه في موضوع الطمانينه، اللي هو ما تجيش ترسم تقول ياه لو كنت عملت الفكره الفلانيه، فما تعرفش تمسح لانه حبر. فانا بحب ان انا ابدا بسكتش رصاص الاول بعد كده بقى ايه اعمل بالحبر. بس احنا كده خلصنا الادوات. كلام جميل وكلام سليم. التحدي ده بقى لازمته ايه؟ تقول لي برضو التحدي جه منين ومش عارف ايه ادوات ومش ادوات. انا عايز اعرف انا لو عملته دلوقتي هستفاد ايه. اول فايده بقى الاساسيه انك هتطور مهارتك تظليل باستخدام الحبر. تاني فايده اللي هي تطوير الفكر الابداعي. انت لما كل يوم ترسم عن موضوع معين، ايوه طريق مثلا، طب طريق ايه تاني، تبدا انك تعمل افكار كده وتجمع افكارك وترسم من ابداعك بدل ما كنت ترسم من صور او بترسم بمربعات او الكلام ده كله. وكمان فيها متعه، يعني فيها متعه كبيره جدا لما انت بتشغل تفكيرك الابداعي كده. التالتة ده ضفتها من عندنا، يعني انا مش من قائمه الفوائد الرئيسيه بس انا ضفتها من عندنا كده لله، اللي هو تطوير الالتزام. انت لما تلزم نفسك كل يوم انك ترسم كل يوم باستخدام تحدي حلوه، لان انا قلت لك قبل كده ان الاستمراريه حاجه مهمه جدا في موضوع الرسم وهتطورك جدا جدا جدا. بس انت مش لاقي حد يشجعك ومش لاقي حد ان هو يعني يجبرك انك ترسم، انت اللي عايز تجبر نفسك. فهو ده حدي اللي هيخليك تجبر نفسك وتبدا انك ترسم كل يوم. هتلاقي بقى ده عمال ينشر ايوه انا رسمت النهارده كذا، ده صاحبك ده عمال يقول لك انا رسمت كذا، وانت قاعد كده ترسمش حاجه. طبيعي جدا هتلاقي عندك شعور الغيره ده، ايوه انا عايز ارسم زيهم، ايوه انا مش عارف ايه. فهيطور عندك الرسم والالتزام في الرسم يعني. حتى لو انت شهر اكتوبر تلاقي نفسك برضو تقول لا انا متضايق انا عايز ارسم، فاهم؟ بتحصل كتير خلي بالك. طيب يا محمد انا لسه عارف الكلام منك دلوقتي والغلط منك انت برضه عشان انت نزلت فيديو متاخر. عارف والله بس صدقني ظروف. المهم انا دلوقتي لو عايز خلاص بقى انا داخل تحدي اكتوبر عشان الفوائد اللي انت قلت لي عليها ديت، وعايز اشارك صحابي بس انا بدات متاخر، اعمل ايه؟ شايف انت قلت لك ان كل يوم نرسم مواضيع معينه بترقمها 1 لحد 31. شوف النهارده مثلا شوف النهارده يوم ايه في شهر اكتوبر، مثلا يوم 5، موضوع الخامس بيتكلم عن كذا، ارسمه وانشره في نفس اليوم. طب وبقيه المواضيع والله يعني فيها حاجتين، يعني لو انت مقتدر انك تعملها اعملها عادي، مش مقتدر انك تعملها ما تعملهاش، يعني الفكره في المقدره. طيب انا دلوقتي عايز انشر الرسومات دي، انشرها ازاي؟ في منصات كتير للسوشيال ميديا، انت عارف بقى في القرن ال21 يعني قال لك الدنيا معايا كده، فعندك منصات كتير جدا جدا جدا. بس انا مقترح
عليك هي منصة واحدة بس، وهي منصة تيك توك. بقول لك ايه، عملت لايك وعملت اشتراك، طب بالله عليك ينفع ده؟ انا حتى اعمل لك بحث شامل عن الحوار يعني، ما اسالب لك الدحيح والله في حلقة النهاردة دي. يا عم اعمل لايك كده ظبطني يعني، روق الدنيا خالص عليا، قربنا الحمد لله على 500 مشترك اهو، يلا بجد متحمس قوي. تيك توك الشهرة فيها بتبقى سهلة جدا 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 يعني، فوق ما تتصور انت، بس شوية التزام كده وشوية محتوى، الحمد لله انا ما فيهاش حتة الالتزام فيه، فايه انا بره القصة دي. تنشر فيها بقى عن طريق فيديوهات او بوستات، طبعا بدون موسيقى عشان الحرمانيه وكده، ما تلمش سيئات فوق سيئاتك. طيب اجيب الافكار بتاعت المواضيع دي منين؟ يعني مثلا والله في مواضيع محمد بتقول لي في سبايدرز، في طرق، في مش عارف ايه، قلاع نار، الكلام ده كله، انا اجيب الحاجات دي منين؟ بص يا سيدي، انت اول ما تقرا الكلمه هات جنبك ورقه وقلم، تبدأ تطلع تعصر دماغك ده ايه الافكار اللي فيه عن الكلمة دي. بعد ما تعصر افكارك انت ممكن بس تقفل دماغك على كده وتقوم ترسم. في طريقة احلى بقى وانا بستخدمها الصراحة، لان انا بقى ايه، بعصر دماغي الاول، لقيت فكرة تمام، اخش بقى على بنترست اكتب نفس العبارة ديت اللي هي عن الموضوع اللي انا هرسم فيه، وابدأ ان انا اشوف الناس رسمت ايه، أنا ابدا القط، اخد من ده حاجه، اخد من ده حاجه، اخد من ده حاجه، فاهم، واحطها في الورقه اللي انا لسه كاتب فيها ديت، وكده انت بتطلع الفكره اللي انت بتعملها. ما اظنش ان في اسهل من كده. في ان هي جدول المواضيع اللي انا هرسمها بتاعت كل يوم، الموضوع الاول عن كذا، الموضوع التاني عن كذا وكذا. شايف الصورة ديت، خد سكرين شوت بس، والله. وشوف مثلا النهارده يوم 6، شوف الموضوع السادس بيتكلم عن ايه، اعمل زي ما قلت لك وطلع الفكره بقى. لو انت عايز تفك الارت بلوك بتاعك عشان تعمل التحدي ده، في فيديو هسيبهولك وتعليقات او في قناه الوصف هيفكرك الارت بلوك باذن الله. وشكرا جدا على التفاعل بتاع الفيديو اللي فات اللي هو بتاع رسم زورو باستخدام السؤالات مختلفه، جاب لايكات انا متوقعهم شديد، برضه ما كنتش متوقعها. تقول لي دلوقتي يا محمد ده حتى الفيديو ما جابش 50 لايك، اقول لك بص، اللايكات اللي انت تقول عليها يعني ان هي قليله دي بالنسبه لي بجد بجد حاجه حلوه، ان مجهودي جاب حاجه اصلا هي تعمل من عند ربنا، والشكر لله ثم ليكم ان انا قدرت اوصل للي انا فيه دلوقتي. الحمد لله خلصنا فيديو النهارده، متنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. صدقني يعني اللايك اللي انت بتديهولي ده يعني بيشجعني بطريقه مش طبيعيه بجد، لو عملت لايك شكرا ليك. طيب خلصنا كلام هنا بقى، استناكم في تحدي ان اكتوبر على منصه تيك توك، هسيب لكم رابط صفحتي في الوصف او في التعليقات. بس الله ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. صلى على النبي، كان معكم محمد ذكري، سلام عليكم.